تتحرك يمنة أو يسرى، وأنت وعملك هنا. هذه الحقيقة العظمى، ولهذا قال جل وعلا: وهو الحق، وقوله الحق، وجاءت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما كنت منه تفر، وما كنت منه تهرب، وما كنت منه تستنصر بشيء. ولو استنصرت فلست منتصرا، لأن الله جل وعلا حكم على الخلائق كلهم، فقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تولي. تصور يا عبد الله لو وضعوك هكذا ستدخل إلى هذا القبر. تصور إذا كان مصيرك هكذا، فماذا ستقول؟ فما عسى لا سنقول لرب العالمين إذا صفقوا علينا النبي وأنت ضيق يا عبد الله. إذا كانت الغرفة كانت البيت فيها 4 ديال المتروات وكتضيق، فكيف إذا وضعوك في هذه الحفرة؟ والله الذي لا رب سواه ما غادي يرفعك الأب ديالك، ما تدفعك الأم ديالك، ولو تستطيع. من منكم الآن يستطيع؟ نعطيه 100 مليون، نعطيه ولاد عياد كلها، نقول هي في الملك ديالك. بات ليلة واحدة مكان هذا الميت، ليلة واحدة يصفوا عليك اللبن ويضعونك هكذا، لا تتحرك ولا تتفلمل. فلهذا أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القبر رأى الصحابة سأل على ما هم مجتمعون، فقالوا مجتمعون على قبر، فانطلق بسرعة صلى الله عليه وسلم كالسهم جثى على ركبتيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فأعدوا، وأقول لك يا تارك الصلاة اتق الله جل وعلا، فإن كنت من المصلين فأمشي، فإن الصلاة تأتي عن يمينك، وإن كنت من أهل الصيام فإن الصيام يأتي إليك في قبرك، وإن كنت من الناس البارين بوالديهم، البار بوالديه، فإن البر الوالدين والله الذي لا رب سواه ينفع في الدنيا وينفع في القبر وينفع في الآخرة. فإياك وإياك والعقوق، فإن العقوق يضيق القبر على المسلم. هذا القبر الآن متسع وسيضيق على صاحبه، سيضمه القبر، فإن كان من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح فإنه يضمه ضم الحبيب للحبيب. أما إن كان من أهل السوء